السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. وفيديو النهارده فيديو مشتريات البنات. في بنتين كده، يعني اللي عرفت اصور مشترياتهم، هصور لكم يعني المقطع ده بس كده وهضيفه في فيديو لوحده. تمام. بس قبل بقى ما نبدأ الفيديو عايزة أوصف العنوان، وقبل ما نبدأ نوصف العنوان عايزة أدعي لماما: يا رب اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها، واكرم نزلها واسع مدخلها، وغسلها بالماء والبرد والثلج، ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. يا رب اغفر لأمي، يا رب وارحمها، يا رب والحقني بها في الجنة، اللهم آمين. اللهم اغفر لي ولأمي، يا رب والحقني بها في الجنة، اللهم آمين. بصوا ده كده شكل المحل من بره. ماشي. عايزة اقول لكم مبدئيا كده ان هما غيروا السيستم. التيم كله بتاع البنات كله متغير. التيم كمان النظام، جابوا مكنة وبتعملي فاتورة، والحساب يعني بيبقى مظبوط 100%. لان بيبقى فيه اللي هي الفاتورة اللي طالعة معاكي بتبقى حاسبة انتي واخدة ايه وبكام. تمام كده. اما بقى موضوع الشنط لسه بره، ايوه لسه بره للاسف. وبتضطر ان انت تاخدي محفظتك وانت داخله، وبتسيبي الشنطه. يعني هما بيبقوا خايفين يعني ايه حد كده يحط حاجه في الشنطه او كده، لان هما مش هيفتشوا الشنطه وانت طالعه. صعب يعني، لكن بالنسبه لهم ان هما يقولوا لك سيبي الشنطه وانت داخله هو اللي سهل. مش عارفه. المهم يعني ان هي لسه الحته بتاعه الشنطه دي موجوده. طبعا اللي عايزين يعرفوا العنوان، وانتي بتبقي واقفة كده المسجد على نفس الصف اللي فيه 6 ستارز، الشكل ده بالشكل ده على ايديك اليمين. على ايديك الشمال بتحودي في الشارع اللي قصاد المسجد بتلاقي طنطا. تمام كده. نعمل بقى جولة سريعة كده لكل الحاجات اللي موجودة أو المتوفرة عندهم. عندهم حمامات كريم بالزبدة الشيا، اللي هي اللون الأصفر ده، وكمان اللون الأسود اللي هو البرطمان الطويل اللي فيه حوالي 900 ملي جرام، واللون الأصفر ده اللي هو تقريبا 500 ملي جرام، اللي هو البرطمان اللي تحت ده. وده كده المخمرية، وكمان البادي لوشن والكلام ده كله. ماشي. والناحية التانية روجات من أول 10 جنيه لحد 15 و20 جنيه. وكمان الركن ده كده ركن الفونديشن، كل أنواع الفونديشن اللي ممكن تتخيلوها، الصيني طبعا. تمام كده. على حسب بقى انتوا ممكن تلاقوا في الركن اللي انتوا عايزينه، وممكن تلاقوه خلصان. انتوا حظكم يا جماعة، الواحد ماشي بالحظ كده. تمام كده. كمان عايزة اقول لكم ان الجولة دي كانت الاسبوع اللي هو يوم 11. تمام. يوم 11 يا بنات. تمام كده. يوم 11/12. مبدئيا ده كده شكل كل انواع الروجات اللي في الفرن الروج. تمام كده. ودي المسكرة والايلاينر، وممكن بعض بليتة الايشاد والكونتور. والركن ده كده كل البلاشرات والتنت والبنانا باودر، وتحت اللي هي اللي شبه البنانا باودر دي بس بلاشر برضو. و بالشكل ده كده البليتات بتاعت الاي شادو بتاعت مية السينما الجديدة، واللي في النص اللي هناك دي اللي هي الوحدة واحدة لوحدها دي اي شادو برضو. تمام كده. ده كده ركن المانيكير، برضو حطوه هنا كده كتغيير، عمالين يغيروا كل شوية. طبعا لما التيم متغير، اللي لونها فش اللي هناك دي البروكاب الحراري ب50 جنيه. تمام. اللي جنبيها شنطة بتسعة ب93 جنيه فرش، ماركة بي اتش. وده كده ركن السكين كير، اللي هو البرفانات والبودي لوشن والمخمرية والكلام ده كله، والسكراب والمزيل العرق والغسولات اهو، اللي هو البيكنج ده، غسول. ماشي. والبلسم. وكمان اللي تحت دي اللي هي
مش عارفة اسمها ايه كده يا بنات، الكريم اللي بيبيض البشرة ده، اللي هو تقريبا آه، مش عارفة، هتلاقوني جايباه. وكمان ال كمان مجموعة من مسك الطهارة اهو موجود برضو. وكمان حب اسمه ايه دوت كعب الغزال، كريم كعب الغزال برضو اللي هو بيحمر كعب الرجل، برضو نفس الكلام، بس على فكرة ملمسه جميل جدا. وكمان كريم نخاع أنثى الجمل، برضو موجود ب15 جنيه، بس مش عاجبني، يعني عايز شعر جاف يكون محتاج ترطيب جامد جدا، تمام، عشان هو ملمسه دهني قوي. اوكي، دي كده مخمرية. دي تقريبا امبولات فيتامين للبشرة، ماشي، حتى سويت حرير موجود، وكل كريمات اللي هي هيداواي للبشرة الدهنية موجودة، وكريم نيفيا كمان موجود اهو للبشرة الجافة او ترطيب الجسم يعني عموما، برضو يمشي. آه هو ده اللي بقولكم عليه، مجموعة مسك الطهارة، بصراحة تحفة يا بنات، بتخلي البيكيني ريحته تحفة حلوة جدا. هو انتوا ممكن تحسوا اصلا ان هو ريحته ريحة عادية، بس بت يعني مش واو قوي، ريحة مسك الطهارة مش واو قوي، بس حلو يعني، اللي هو يعني بيخلي البيكيني ريحته حلوة عموما، يعني مش اللي هو بيبقى ريحته عادية، فاهمين انتوا، مش اللي هو واو، بس اللي هو ريحته حلو. ممكن اللي هو المسك اللي لوحديه ممكن يبقى هو اللي واو، نجربه المرة الجاية. ده كريم كعب الغزال اهو، بصوا انا خدت واحد. وهنا بقى كده الروجات، نرجع بقى هنا كده للمشتريات. بصوا ده كده شكل المشتريات، البنوتة جايبة فرش كابوكي دي تقريبا ب35 أو 25، في حوالي 12 واحدة، ماشي. في منها الأبيض وفي منها الأسود، بس هي مختارة الأسود بالشكل ده كده، ماشي. وجايبة بقى شوية حاجات كده، جايبة الضوافر دي، ماشي، وجايبة الغسول اللي هو بيكنج ده، وجايبة كمان مسكرة ان لا مسكرة يا الله، اللي هي اللي لونها بينك دي، انتوا عارفينها طبعا، معلش ممكن اسمها يتوه مني شوية، ماشي. هنفضي مكان هنا بقى، وهتطلع الحاجات واحدة واحدة عشان تطلع، عشان الكاشير او المكنة اللي انا قلت لكم عليها، ماشي. وفي نفس الوقت ايه ادينا بنشوف محتويات الايه الدنيا كده. جايبة 2 بنانا باودر، وجايبة باليت دي اللي هي كونتور وهايلايتر وممكن كمان بلاشر، وجايبة كمان من بريانكا ده جاز، ماشي. وجايبة 2 بلاشر تاني برضو كولر بوب اهو. مع ان يعني البلاشر بتاع كولر بوب مش مشهور او مش مستحب، وده تقريبا بادي ولوشن، ماشي، او مخمرية مش عارفة، ماشي. وده اهو الكريم بتاع الكريم ده يا بنات انتوا بتقولوا عليه ايه ده؟ انا نسيت اسمه خالص، والكاميرا مش عارفة تجيب الاسم بتاعه، المهم اللي هو بيبيض البشرة وخلاص. آه وده كده برضو نفس الكلام، البلد اللي فاتت، ماشي. ودي الضوافر، وجايبة حاجات يعني مجموعة كاملة كده، المبرد والقصافة وحاجة تاني كده، تمام كده. بس معلش بقى الكاميرا بتتهز، بقالي كتير اوي ما صورتش. دي ماسكارا ايسنس، تمام كده. انا مش عارفة رايحة عن بالي ليه الاسامي خالص، مش عارفة، كويس افتكرت اسم الماسكارا. على طول كنت فاكرة اسمه الكريم الأبيض ده، مش عارفة، اللي فاكر اسمه يكتب يا جماعة في الكومنتات تحت، ينورونا الله ينوركم.
بصوا بقى ده فاونديشن، اول مرة هي تجربه جابته تجربه. تمام. والباقي بقى مونيكير وكمان درجة الهيلايتر ده او البرونزر ده حلو قوي برضو، حلو قوي قوي قوي، يمشي برونزر ويمشي هيلايتر. ماشي. وكل دي بقى درجات مانيكير مختارها هي. ماشي. جايبة حوالي 200 علبة مانيكير عادي، ما هو الاتنين ب15. ماشي. و والله احلى واحد فيهم اللي لونه ابيض واسود ده، احلى لونين. في بقى دي بقى مشتريات بنوتة تانية، معرفش ايه الاخضر ده، مش عارفة ايه حبهم في اللون الاخضر، انا بصراحة مش عارفة. جهاز تنظيف البشرة، جاز 2 مسك، آه الاخضر واخضر تاني معرفش ايه، اعتقد واحد بادي لوشن والتاني ماسك او حاجة. وبس كده، اشوفكم على خير واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة